إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حديث الصباح والمساء، وانا مش عايز احصرك في الموضوع ده بس نخلص منه بسرعه. هو ايفونا وقرب عودته للنادي الاهلي مره اخرى وفشل تجربته في الصين. قول لنا الحقيقه. تمام. اولا يا كابتن خلينا عشان بس الناس تكون الامور تكون واضحه. انا مجرد صديق لي زي ما انا صديق للعيبه كتير. انا كنت مدير تجاره في النادي وكان في حرب عليه، فلذلك انا كنت قريب جدا من اللاعب. ولكن انا صديق ليه وصديق للوكلاء بتوعه. عنده 2 وكلاء فرنسيين من اصل عربي. لست وكيلا ليفونا. انا مش وكيل، ولو اشتغلت وكيل هطلع اقول انا مدير كذا كذا او مدير تسويق او ايا كان او ايجنت يعني. بس طبعا انا عارف ان كنت جاي مع حضرتك، فقررت ان انا اكلم ايفونا واكلم الوكيل بتاعه عشان الامور تكون واضحه والناس تكون عارفه، لان عارف طبعا الاهلاويه والجمهور عايز يعرف خاصه بيحبوه. وهو يعني دايما بيعشق دايما بيتكلم منه جدا عشان جاب الجون في الزمالك يجيب النية. انا ما اعرفش ده. بص يا كابتن اقول لك حاجه. اولا في معلومه بتتقال غلط جدا، بتتقال ان في 3 مليون دولار المفروض ان لسه للاهلي عند النادي الصيني. تمام. المعلومه دي غلط. الفلوس انا سالت الوكيل النهارده قال لي مظبوط. صعب جدا تبني على السيناريو بقى بفكره ان هم لسه ليهم فلوس. يبقى تمام خلاص. معلومه ثانيه ان هو نزل الفريق الثاني للنادي الصيني. انا برضو سالته عليها. تمام. قال لي لا. الراجل طبعا انا عارف لا من قبل كده، لان الناس ما تعرفوش ان ايفونا سايب الصين بقاله شهرين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.